على تمزيق المصحف الشريف أمام جموع الناس في أحد مساجد صنعاء، وقام بدعسه بقدميه وكرر ذلك في منزله بتمزيق 3 مصاحف أخرى، ما أثار حفيظة الناس كون هذه الظاهرة تعد أخطر ما شاهدته أعينهم، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي لم تتخذ أي إجراء، مما حرك أبناء المديرية لرد فعل يبرره الكثير، حيث قاموا بإحراق منزل عبد الملك البيضاني. نتابع تفاصيل أكثر من موقع الحدث مع الزميل حمادي الراجحي في هذا التقرير. على غير العادة أفاقت حارة العنقاء في أحد الأحياء الشمالية للعاصمة صنعاء على صباح دام ساده الغضب العارم. في هذا الشارع تجمع مئات الغاضبين للتعبير عن استنكارهم لجريمة بشعة، غير أن لحظة الانفلات كانت مدوية بحق. القشة التي قصمت ظهر البعير هو ما أقدم عليه أحد الأشخاص يبلغ من العمر 25 عاما، وينتمي لأسرة تدور حولها العديد من الشبهات، حين قام المدعو حسب ما أفاد الأهالي بتقطيع نسخة من المصحف الشريف والدوس عليه بقدميه وسط الشارع. قبل صلاة العصر أمس البارحة قام بتقطيع المصحف ويعني الدوس عليه، وبعد ذلك خرج الناس من المسجد فوجدوا الحالة فجمعوا المصحف، فكان يهدد من يعني يقوم بأخذ أي ورقة من المصحف بالقتل، وكان يعني يتكلم بكلام بذيء، فدخل وقمنا بأخذ أوراق المصحف. الحادثة تمت حسب رواية شهود عيان في تمام 3:30 من عصر يوم الثلاثاء 14 من شهر إبريل، وفي الحال سارع عدد ممن شاهدوا الواقعة إلى إبلاغ الجهات الأمنية في المنطقة، والتي اكتفت حسب قولهم بتحرير المحضر واستلام النسخة المقطعة من المصحف. مع احترامي للسلطات الأمنية في قصور، المفروض كان احتواء الموقف من الساعة 4 عصرا، بلغناهم أمس الساعة 4 عصرا والناس محتشدين، وقلنا لهم سيحتشدون الناس في الجوامع في الحارات في البحية، وهذا ما حصل يوم الصباح. وإذا كان يعني ذمة مسؤول لما حصل فأن يحمل الجهات الأمنية مسؤولية التقصير. فحاولنا كذلك الصباح التقينا بالأخوة المواطنين على أساس أن احنا نتوجه إلى مكتب الأخ النائب العام لضبط المذكور، ولكن لم نستطع احتواء الموقف نظرا لثائرة الناس ولما استاء الناس من عملية تمزيق القرآن، وهذا الدليل ما هو الذي بيحصل الآن في بيت المدعو عبد الملك البيضاني نتيجة تمزيق القرآن الكريم. بلغوا الجهات المختصة، والآن المواطنين قايمين بهذا الوضع الغضب الجماهيري ردا للفعل الذي حصل أمس البارحة. حالة الغليان بين أهالي المنطقة تصاعدت حدتها بعد مضي ليلة كاملة انتظارا لضبط المتهم، غير أن انبلاج الصباح أشعل فتيل الغضب. الغريب في الأمر أن المتهم له سوابق عديدة حسب ما أفاد شيخ المنطقة، لعل أبرزها الضلوع في اغتصاب طفلة حتى الموت قبل عامين خلت. حول سوابق هذا الشخص ليس الشخص فقط لكن الأسر كاملة يعني سوابق كثيرا من قبل 20 سنة من قبل 25 سنة لوالدته يعني الأسر بشكل عام، وسوابق ثابتة في النيابة العامة في أقسام الشرطة في المحاكم، ولكن يبدو أن لم يتخذ يعني استكمال الإجراءات القانونية ضد المعنيين، فأحاط بهم الله سبحانه وتعالى في القضية الأخيرة قضية تمزيق القرآن. في تمام 9 من صباح الأربعاء 15 من إبريل، وفي الوقت الذي عمت فيه الفوضى أرجاء المنطقة، داهمت قوة من الأمن العام منزل المشتبه به لتكون المفاجأة، حيث تم العثور على المتهم يختبئ في أحد الزوايا المظلمة لبدروم المنزل. وفي هذه اللحظة حدث الاشتباك.
القبض على المتهم قوات الأمن اكتفت بدور المشاهد في الوقت الذي أضحت الفوضى العارمة عنوانا للنصرة. مشهد يدعو للحسرة والحيرة حين ينفلت الأمن ويصبح المواطن هو الرقيب والحكم. في الدولة